الأحساء في الحرف اليدوية، وسميت الأحساء المبدعة. البشت الحساوي لباس الملوك والأمراء. عرفت الأحساء منذ القدم بالحرف اليدوية المتعددة، وأفخمها وأجملها البشت الحساوي. يرتديه الملوك والأمراء وأصحاب الشأن، ويحرص على شرائه من الأحساء. الأحساء عملت بالبشت الحساوي من أجيال قديمة، من 400 سنة عمل بها الأحسائيون. توارثها أبا عن جد، وعمل بها في البيوت، في المجالس. النساء عملت بها، والرجال والشباب، حتى الأطفال تعلموها من آبائهم. أنا شخصياً عملت بالخياطة من مدة 13 سنة، إلى أن ذهبت إلى الجامعة وتخرجت بالمدرسة. جلست النساء في الحوي يجتمعون يخيطون، والرجال في المجالس. الخياطة، خياطة التطريز، الغرز، تمر بمراحل كثيرة. تبدأ بالتفصيل حسب المقاس، وتنتهي تبدأ بالتفصيل ثم خياطة الغرز، وآخرها البردخ. البردخة عبارة عن صقل وإظهار جمال الزري. الزري هو الخيط الذهبي الذي يجلب أو يستورد من ألمانيا أو فرنسا أو الهند، وأفضلها الزري الألماني. الزري الألماني من أثمنها وأجودها، حيث يبقى الزري برونقه وجماله. الزري الألماني يبقى 80 سنة 70 سنة ما يتغير، يورثه الآباء إلى أبنائهم وأحفادهم، وهو من أغلى أنواع الزري. بعد الطرق يصبح كأنه سبيكة ذهبية. الغرز تتداخل فيما بينها ويصبح مسطحا مسطولا جميلا. من الأدوات أيضا يستخدم الشمع النحل الطبيعي لتقوية خيط الزري لكي لا يتعقد. أسماء الغرز لها أنواع كثيرة وسميت بأسماء. النساء تخصصت بالمكسر، وهو الذي على الطرف. هنا القيطان، بعدين المكسر، بعدين الترتيب والصمود والهيلة والترتيب مرة أخرى، والبروج. البشت الحساوي رمز للفخامة وللأصالة والجمال ودقة الصنع والإتقان التي اشتهر بها الحساويون واشتهرت إلى العالمية. الزري يأتي على شكل شدة، وبعدين ينقلونها إلى مطواق يكون لسهولة الاستخدام. هذه تسمى خلافة زري. هذا الزري من أجود أنواع الزري، وهو الألماني وأغلى ثمنا وأكثرها جودة. يستخدم طبعا للبشوت الملكية، أجودها وأفضلها، ويدوم فترة طويلة بجماله. هنا يظهر لنا البشت بمراحل راسته، وهي هنا القيطان، المكسر، الترتيب، الهيلة، قبلها الصمود، بعد الهيلة والصمود والترتيب والصمود والبروج. هذه مراحل نوع معين من البشت. الآن شوفوا عملية البرداخ لسد الفراغات ولصقل الزري. أنا أبردر. أول كان في فراغات
وامتلست الفراغات. بعدين صار الذهب كأنه ذهب سبيكة ذهبية مصقولة. جميل جدا. العملية هذه مهمة جدا لكي تظهر جمال الغرز. يسمى هذا الغرز هذه ايش مسماها؟ هي الطابوق، وهي تحتاج إلى صبر ودقة بدون خطط إرشادية وبدون رسمة. يبين لك مهارة الخياط الحساوي وخياطة البشوت، الدقة فيها جدا. لا ترسم خطط إرشادية، بينما يستعمل فقط على النظر. الخيوط والغرزات تكون متساوية جدا على النظر فقط. فهذا يظهر لنا جمال الصناعة الحساوية للبشوت. هذا أيضا نوع آخر من الغرز البشوت، فهي أنواع كثيرة. هذا البشت صنع خصيصا للملك فهد طيب الله تعالى رحمه الله. فهذا بنعتبر مسمى بشت الملك فهد، فيطلع الفخامة والجمال وعرض منطقة الزري عريضة جدا وجميلة. الآن في الأسواق موجود الكثير من البشوت الرخيصة المصنوعة بواسطة الكمبيوتر مكاين. كيف أعرف البشت الأصيل المخيط يدويا من اللي بالماكينة؟ تظهر هنا العقد. نفس الشيء إذا شفت السجادة المصنوعة يدويا أو بالماكينة. هذا مصنوع يدويا، بس تقلبه لوراء للخلف وترى العقد، فهذا صناعة يدوية ممتازة. نعرفها من الخلف أن هذه الصناعة يدوية. أثرت محنة الخياطة على الخياط، خياط البشوت، اجتماعية وثقافية، بما أنه يجلس ساعات طويلة في المجلس مع مجموعة من الأشخاص يخيطون في نفس الوقت، فيسالفون مع بعض، يشاركون مشاكلهم، يحلون مشاكل الاجتماعية، وأيضا ثقافيا، فكانوا يستمعون إلى الراديو خلال مرحلة عملهم. فكانت الأخبار المحلية والاجتماعية تأتيهم من خلال الراديو، فكانوا ملمين وأصبحت ثقافتهم عالية بسبب الساعات الطويلة وجلوسهم وخياطتهم وهم يستمعون إلى الراديو. أيضا أكسبتهم الدقة والصبر والتعاون، لأن فريق شغل، فريق من شخص إلى آخر، مراحل البشت من شخص إلى آخر. أيضا المخيط كان قريب من أسرته، متعاون، أي حدث طارئ فهو موجود وقريب من الأسرة، يربي الأبناء ويعاون في البيت. فكانت هذه الشغلة قريبة جدا من الأسرة. وأنواع البشت كثيرة، أشهرها الملكي، المنديلي، الطابوق، والمخموس والمربوط. ألوانه يجي الأسود والأبيض والبيج والعودي، لكن أشهرها وأكثرها شعبية ولباسا الأسود، يلبس في جميع الأوقات، جميع المناسبات. والأبيض يلبس في الأعياد وفي الجمعة، صلاة الجمعة. يتراوح سعر البشت من 2000 إلى 5000 حسب الشغل ونوع الزري ونوع القماش. والقماش يصنع من الصوف ومن القطن ومن الحرير. يحتاج صناعته إلى صبر وجلسة طويلة. الغرز نفسها، الخياطة الغرز كأنما الخط العربي، كل واحد له لمسة، يعني كل واحد غرزته تنعرف إن هذا خياطة فلان، خياطة فلان، يعني يختلف من واحد من شخص إلى آخر. من الطريف إن سرق أحدهم بشت، لما سرقه أخذه إلى السوق ليبيع،
باعهم في السوق ان هذا البشت المسروق من غرزة، قال هذا شغل فلان، واخذوه وسلموه الى صاحبه. والجدير بالذكر ان كل جلسة، كل غرزة لها جلسة معينة يحتاج الى دقة وصبر وضوء ونظر قوي. اتمنى هذه الحرفة تدوم ولا تندثر، لأنها رمز الهوية الأحسائية الوطنية، ولأنها رمز الفخامة والجمال.